السلام عليكم لكل حبايبنا اللي متابعين معانا في الكورس بتاعنا عن السيلز كول او الزياره البيعيه لكل المهتمين بمجال الميديكال ريب، سواء كنت فريش او حتى اكسبيرينس وعايز ترفرش مع بعض المعلومات بتاعتك. طبعا فور شور بانكرج كل الناس اللي بتتفرج معانا على الفيديوهات، لو عندك اي استفسار او اي حاجه عايز تسال عليها سيبها لنا في الكومنتات. لو عندك اي اضافه مهمه قوي عشان نشير مع بعض المعلومات برضو تسيبها لنا في الكومنتات. ومهم جدا تعمل لنا سبسكرايب، يمكن تقريبا اكتر من 90% من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات بتاعتنا بتعملوا لنا لايكات، شكرا جدا ليكم طبعا، ولكن بننسى السبسكرايب، بننسى انك تعمل متابعه. فبالتالي خد بالك انت ممكن كده ننزل كورسات او ننزل فيديوهات تانية وانت للاسف ما تشوفهاش، فاعمل سبسكرايب وحط اللايك علشان تدعمنا وتدعم المحتوى بتاعنا وتدعم الكورس دوت. يمكن احنا في الكورس اللي فات او في الجزء الموديول اللي فات كنا اتكلمنا عن ازاي تعمل بريكول اناليسيز وازاي تحلل بعض الارقام كده، تاخد بالك من بعض التفاصيل وتحط اوبجيكتيف علشان تدخل الزياره ويبقى ليك اوبجيكتيف واضح وتحقق اللي انت محتاج تعمله. وفي نفس الوقت اتكلمنا ان انت وانس دخلت مع الدكتور في الكلينيك او في العياده فانت محتاج تعمل لنفسك بوزيشننج اللي هو الاوبننج، وبعدها بتاسك فور بيرميشن ان الدكتور يديك من وقته 5 دقائق او 10 دقائق. الخطوه اللي جايه هي خطوه انك تبدا تتكلم مع الدكتور عن البيشنت بروفايل. كنا اتكلمنا مع بعض عن ان البيشنت بروفايل ده مهم ولازم يبقى انت عندك فكره بيشنت بروفايل او تكون بيشنت سنتريك، او الابروتش بتاعك اصلا انت جاي تتكلم مع دكتور عن حالات او مرضى هو بيشوفهم، وبعدها تشوف ايه النيد اللي هو بيحتاجها لما بيتعامل مع الحالات دي، وتقدم في النهايه المنتج بتاعك كسولوشن مع الدكتور، مش العكس. بعض الناس تخش تقول للدكتور: دكتور ايه الاخبار، بطمن من حضرتك على المنتج الفلاني او بتابع مع حضرتك عن المنتج العلاني. انت قفلت الكول من قبل ما تبدا. طبعا ده غلط جدا جدا. طيب هتقول لي يا عز، طب ايه فكره او ايه اهميه البيشنت بروفايل؟ خليني كده احكي لكم سيتويشن حقيقي حصل معايا. كنت في زياره لاحد الدكاتره الدايبيتولوجيست، حد من الكي او ال المعروفين جدا والمشهورين في المجال، موجود عندي في محافظتي. ودخل احد الزملاء واضح عليه ان هو تقريبا لسه فريش او حد نيولي كامر يعني للشركه بتاعته. كان معاه منتج دون ذكر اسم المنتج او اسم الزميل او اسم الشركه. انا بس عايزك تتخيل كده معايا الموقف: احنا الاثنين داخلين مع بعض العياده مع الدكتور، والزميل داخل لابس شنطه باك ولابس قميص كارو، بنطلون جينز، كوتشي. دريس كود غلط صح كده؟ طيب خليه يبدا يتكلم في الكول. قال له: ايوه يا دكتور، مع حضرتك فلان الفلاني من الشركه الاعلانيه، جاي اتكلم مع حضرتك النهارده عن المنتج الفلاني علشان يقدم لحضرتك حل للحالات الانفيرتيليتي اللي حضرتك بتشوفها. فانا والدكتور بدينا بقى. انا بالنسبه لي انفيرتيليتي، ده راجل بتاع ديابيتس، انت جاي تتكلم معاه في انفيرتيليتي ليه؟ فالدكتور بدا ان هو عارف عينيه وبدا يخبط كده بايده واستغرب: انفيرتيليتي ايه يا ابني، وحالات سبيرم ايه وان انت بتمبروف السبيرم وبتاع والتفاصيل دي كلها، انا مالي بالبيشنت ده. فمره واحده لقينا الزميل ده راح عامل ايه؟ بيخبط اورتو وبيقول لك: اخ عملها فيا دكتور محمود مديري. بجد المشهد العبثي ده حصل كده قدام الدكتور. ف... فانا لقيت الزميل يعني بيرتجل وعفوي قوي بطريقه ما ينفعش خالص وانت بتتكلم مع حد كان الكيو ال. فلقيت الدكتور بدا يتعصب عليه، واللي هو ايه التهريج ده، وانت جاي انت مش عارف جاي لمين وانت مش عارفه ايه. فبدات رحت دخلت في وسط الكول فبقول له: اسمح لي يا دكتور، يمكن الزميل بس مش عارف يوضحها لحضرتك. هو معاه كان المنتج اللي موجود معاه هو منتج حاجه مالتي فيتامين فيها كو انزيم 10 وفيها شويه تفاصيل كده بتشتغل كانتي اوكسيدنت والتفاصيل دي. فقلت يمكن الزميل دكتور قصده الحالات اللي بتيجي الحالات تشتكي من سيكشوال ديسفانكشن كعرض جانبي بيحصل لبعض الميلز اللي بيكونوا دايابيتك. ايوه ايوه بالظبط كده. فالدنيا بدات تهدى شويه، فالدكتور قال له: ماشي تقول كده، لكن ايه داخل لي تقول لي انفيرتيليتي ومعايا كو انزيم ومعايا مالتي فيتامين، انا مالي بالتفاصيل دي. اه يا عم بنشوف بعض الحالات اللي يبقى عندها مشاكل سيكشوال ديسفانكشن. فاذ بالزميل بيقول: طب ما انت بتشوف اهو الحالات دي، بنفس الطريقه العفويه، ومش هكمل لك واقول لك الكول راحت فين. ولكن الخطا الجوهري الكبير قوي هنا اللي حصل ان واضح ان الزميل مش واخد تريننج طبعا، ولكن هي فكره ان هو من الاول في الابروتش بتاعه بيعمل بيشنت بروفايل ستوري غلط. طيب نيجي احنا مع بعض نتكلم عن الثالث ستيب زي ما اتكلمنا عليها النهارده، هي الفريمنج. وده يوريك قد ايه الفريمنج ده
مهم انك تشرحه بطريقه بسيطه، وتقدر الدخله بتاعتك دي هي دخله الكول، لو دخلتها غلط كل اللي جاي في الكول هيتبني غلط. البيشنت انت هنا محتاج تحكي عن ايه؟ تحكي عن الكيس ستوري. انت بتقدم للدكتور شويه اعراض بيعاني منها المريض، فبتعمل له وصف بريفلي كده البيشنت كونديشن هتبقى عامله ازاي، والكوموربيديتي او ايه الحاجات اللي ممكن تاثر على الكواليتي اوف لايف بالنسبه للبيشنت ده. طب تاخد بالك من ايه وانت بتعمل الفريمنج او الديتيلنج؟ تاخد من بالك من 3 حاجات. اولهم ان انت لازم تكون دراماتيزيشن للكيس، لازم تعمل دراماتيزيشن للكيس دي وتتكلم بطريقه ايموشنال. في نفس الوقت لازم تستخدم فيجوال. الفيجوال بتساعد ان الدكتور يفتكر الكيس ويفتكر البيشنت، عشان لما يجيله نفس المريض بيشتكي من نفس الاعراض يفتكر او يفتكرك ويفتكر المنتج بتاعك. اخيرا وليس اخيرا لازم تكون سيمبل وشورت وسبيسيفيك، وطبعا طبعا طبعا بتاد فاليو. تعال ناخد كل واحده فيهم كده ونمشي فيها ونعرف ليه كل واحده من دول مهمه قوي في مرحله الفريمنج او الديتيلنج. بدايه الايموشن. ليه مهم ان انا اتكلم بطريقه ايموشنال او احكي الكيس للدكتور بطريقه فيها دراما او يعني مش هقول لك بتافور، ولكن انت محتاج توري الدكتور قد ايه المريض بيعاني، قد ايه في معاناه شديده لدى المرضى اللي عندهم الاعراض دي، وده بيأثر ازاي على الكواليتي اوف لايف. خدت بالك من التون اللي انا بتكلم فيها معاك دلوقتي؟ الجزء ده مهم وانت بتتكلم بطريقه ايموشنال. فبيقول لك يا سيدي شويه فاكت كده او شويه حقائق ان الجزء الايموشنال ده بيقول لك ان في 95% من قرارات الشراء بتتاثر بالايموشن. وابسط مثال الناس اللي بيروحوا يشتروا الايفون علشان خاطر التفاحه، عشان خاطر ان هو ده بينقلنا لطبقه اجتماعيه احسن واحدث. الراجل اللي بيقول لك انا ساكن في الكومباوند الفلاني، انا خريج جامعه 3 حروف، ويبدا ان هو يرسل لك كده ايا كانت 3 حروف لو دورت وراهم هتلاقيها جامعه حكومي. ويبدا الشخص بيعمل ده ليه؟ بيعمله علشان يحس باحساس معين. ايه؟ يحس يعني ايموشنز، يعني الفعل اللي بيعمله او بيرتكبه ده هو فعل مبني على ايموشنز. فده يوريك قد ايه ان قرارات الشراء بتتاثر بالايموشنز اكتر من 95% من الحالات. برضو من ضمن الحاجات اللي بتوريك اهميه انك تتكلم بطريقه ايموشنال، يقول لك ان الناس بتاخد القرارات دي بالعاطفه وبعدين تبدا تبرر بالمنطق. يعني صاحبك اللي اشترى الايفون، فانت قعدت معاه وقلت له في امكانيات موبايل تاني سعره نص سعر الايفون. النهارده الايفون ممكن مثلا سعره معدي ل 100,000 جنيه، طب ما تشتري الموبايل اكس ب 50,000 جنيه. فهيبدا هو يديك مبررات، يقول لك لا 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 بس الايفون ده مش عارفه السكيورتي بتاعته عامله ايه، بس الايفون الكاميرا بتاعته مش عارفه عامله ايه. هو هيطلع مبررات يقنع بيها نفسه ويحاول يقنعك انت بيها، ويحاول يطلع بقى حاجات بالمنطق كده قرار كان صح. اخيرا يقول لك ان القصص العاطفيه دي بتخلي الشخص يفتكرها 22 ضعف الحقائق المجرده. يعني لو وقفت قدامك كده او قلت للدكتور يا دكتور خلي بالك المرض ده منتشر بكذا كذا كذا كذا، وقعدت اقول حقائق بقى وارقام وبتاع ومش عارف ايه واحصائيات، كل الكلام ده nothing طول ما هو مش مبني على ايموشنز مع الدكتور. ويمكن اشهر حاجه برضو توريك ان الموضوع دوت بيفرق جدا، هو الامثله اللي بقولك عليها بتاعه اللي بيروح يشتري الايفون واللي يشتري العربيه اللامبورجيني والبورش وبتاع، هو بيجيبها عشان خاطر حاجات هو بيحس بيها، مش عشان خاطر ان هي قيمه مقابل سعر. ايه بقى اللي تخلي بالك منه وانت بتتكلم بالطريقه ايموشنال؟ ان انت بلاش بقى تبقى تو ماتش دراما، بلاش بقى تكتر في الدراما دي او تاوفر اكت الموضوع. في نفس الوقت يبقى الكلام اللي انت بتقوله او الايموشنز اللي انت بتحاول توصلها للدكتور تكون ريليفنت اصلا للكيس ويبقى ليها كلينيكال بنفيت، مش جاست انا بحط ايموشنز فور ايموشنز. يعني فهو لو الموضوع مش يستدعي انك تحط الايموشنز دي او الايموشنز دي مش هترفلكت بعد كده على فيتشرز او بنفيت او يبقى ملهاش لازمه، والاحسن انك ما تقولهاش. نيجي بقى لتاني حاجة مهمة في الفريمنج ألا وهو الفيجوال أو العناصر البشرية. سواء كانت الشركة بتاعتك عطيها لك ايباد فبيبقى فيه تشارتس وبيبقى فيه بيشنت كده موجود شكل ليه وبنتكلم عنه، فالحاجات دي مهم قوي انك توريها للدكتور. لو الشركة عطيها لك بروشور فنفس القصة، انت لازم تمسك البروشور وتوري له. طب ليه الفيجوال ده مهم؟ بيقول لك مخنا البشري لو انت هتعامل معاملة البروسيسور او المعالج اللي موجود في الكمبيوتر، فبيقدر ان هو يعمل معالجه للصور 60,000، شوف بقى 60,000 مره اسرع من النص. يعني لو وريت الدكتور شويه كلام في جرايد وحاولت ان الدكتور ده يفتكره او يفهمه
الموضوع ممكن ما يبقاش سهل او سلس. على العكس انا ممكن اوري لك صوره، مش دايما يقول لك الصوره ب1000 كلمه، هي نفس القصه. كمان بيقول لك ان في حوالي 65% من الناس بيسموهم فيجوال ليرنر. مين هم الفيجوال ليرنر دول؟ ببساطه اللي هو الشخص اللي عينه بس بتعدي على الحاجه كده فيحفظها او يفتكرها او يفهمها. ده هتلاقيها ناس كتير جدا في طرق المذاكره، يقول لك انا امسك الكتاب واعدي كده بعيني بالقرايه، وانا كده ما شاء الله عليه تلاقيه حفظ وفهم وبذاكر كده والمذاكره بتاعته خلصت. انا بصراحه مش من النوع ده. لو انت من النوع ده قول لنا يعني، انا هقول لك النوع بتاعي في المذاكره عامل ايه. اخيرا بيقول لك ان استخدام الصور بيزود نسبه الفهم اكتر من 80% للناس. يعني انت لما تحط صوره مع كلمه او هيدلاين بتوصل اسرع واسلس للناس اكتر ما انت تقعد تحط تكست كتيره جدا. برضو مثال بسيط، الدكتور اللي في المحاضره اللي تلاقيه يبدا ان هو بيعمل لك مثلا برزنتيشن او بيشرح لك حاجه في الكليه، وكان يملى السلايد كلها كلام، كنا بنعمل ايه؟ ما بنفهمش، بيقول لك الدكتور ده ما بيعرفش يشرح، صح؟ لكن لو الدكتور ده ملاها بتشارتس ورسومات وهيدلاينز وبدا ان هو يرتجل ويبدا ان هو يتكلم، لا بتوصل لنا المعلومه بشكل اسهل واسرع. طيب انا كنت بقول لك انا بقى انهي نوع من انواع الناس اللي بتذاكر؟ انا الشخص ده. مين الشخص ده؟ يقول لك الناس بتفتكر ازاي؟ بتفتكر 10% بس من اللي تسمعه، 20% من اللي تقراه، لكن 80% بيفتكروا لما يشوفوا ويسمعوا مع بعض. ده ببساطه انا وانا بذاكر كنت اذاكر ازاي؟ امسك الكتاب وعلى جنب ورقه بيضه اكتب الكلام، فعيني شايفاه، البصر شغال، ايدي بتكتب الحاجه فبتحفظه، وعيني شايفه الكلام اللي بيتكتب ده عشان بيتكتب قدامها وبيتقري. وفي نفس الوقت كنت اشغل كمان الجزء السمعي في ان انا كنت بقول الكلام بصوت عالي جدا. ليه؟ عشان انا كده دخلت او عملت انسايت لدماغي بالودن وبالعين وبالكتابه وبكل الحواس، وكمان بقوله، فكنت اعرف احفظ كده. دي الطريقه الوحيده اللي كنت اعرف اذاكر واحفظ فيها ايام الكليه او الثانويه العامه، والله ولحد دلوقتي في اي مذاكره. فالحته دي مهمه قوي، وده يوريك قد ايه الفيجوال مهم جدا في عمليه الديتيلنج او الفريمنج. طيب هتقول لي ازاي يعني اكون سيمبل وشورت وسبيسيفيك؟ دي هتبان لك قوي في المثال اللي جاي. ده مثال لحد داخل يعمل للدكتور بيشنت بروفايل. دي كول او جزء من كل ميديكال ريب، عاملينها بالانجلش عشان زمايلنا اللي شغالين في دول الخليج وبيعملوا ممكن السيلز كول بطريقه فول انجلش. فتلاقيه يقول لك ايه مثلا؟ انت كميديكال ريب داخل تقول للدكتور: دكتور انا جاي النهارده اقدم لحضرتك الحاج احمد اللي هو بيكون سنه 45 سنه، والراجل ده اوبيز وسموكر، وجاي لحضرتك بيشتكي من هيديك وديزنس. لو الميديكال ريب الزميل وقف لحد هنا، الدكتور هيفتكر ايه؟ انا اهو هسيبك 3 ثواني او 5 ثواني، انت قول لي الدكتور ده انهي سبيشاليتي والمريض ده انهي كيس. غالبا انت فكرت ان هو ممكن يكون فيرتايجو، ممكن يكون الراجل ده عنده دوار حركي، ممكن يكون عنده التهاب في الاذن الوسطى، ممكن يكون عنده هايبوتنشن او هايبرتنشن، او ممكن يكون اصلا عنده لو بلاد جلوكوز ليفل او هاي بلاد جلوكوز ليفل. الاعراض هنا اعراض جنرال جدا، فما ينفعش تعمل كده وانت بتشرح للدكتور البيشنت بروفايل. لا تعالى بقى نكمل. بص بقى، جه بيقول له: وانس يا دكتور لما تقيس له الفيتال ساينز بتاعته، لقيت ان العيان ده ماله بقى؟ البلاد بريشر بتاعه 155 على 100، وراح عزز الرقم ده وقال ايه؟ لقيت ان الكيس دي كانت سيفير هايبرتنشن. كده الراجل بنى الكل صح، رسم البيشنت بروفايل عند الدكتور صح. فعلا انا الحالات اللي بتكون سيفير هايبرتنشن بيكون رينج رقم البلاد بريشر بتاعها كده، الرقم بولد لونه مختلف. يا سلام يا سلام يا سلام لو استخدم فيجوال. مثلا على سبيل المثال حطينا صوره لواحده مثلا حاطه ايدها على قلبها، خايفه ان يكون عندها هاي مثلا هارت ريت او في بالبيتيشن بيحصل، حطينا رسمه ان الدكتور بيقيس الضغط للمريض، او مثلا المريض ده ممكن يكون اوبيز فحطينا برضو ايه، ممكن نحط هنا رقم على الميزان ونقول مثلا وزنه اكس مثلا، او البادي ماس اندكس بتاعته اكس، وهكذا. فكل ما انت عززت الكلام بطريقه فيها حاجات عناصر بصريه تفيد الدكتور، طبعا ده الكلام ده مهم. ولكن احنا هنا كنا بنتكلم على جزئيه انك تكون سبيسيفيك. سبيسيفيك دي انك ترسم البيشنت بروفايل مظبوط، ما تبقاش الكلام جنرال. احنا كده فهمنا مع بعض اهميه الفريمنج والبيشنت بروفايل، وانت ازاي تعرض الاعراض والكوموربيديتي اللي ممكن تحصل للعيان، وقد ايه ده ممكن ياثر على الكواليتي اوف لايف بتاعه. تعال ناخد كيس حقيقيه. دي احنا رحنا لدكتور بيديا. دكتور بيديا ده احنا شغالين على دواء
انتي دايريال شراب للاطفال. تعال بص، انا لو هرسم بيشنت بروفايل عند الدكتور ده هرسمه ازاي. اول حاجه هعمل اوبننج او هبدا الرابورت بتاعي اللي هو صباح الخير يا دكتور، اتمنى ان اليوم بحضرتك يكون سعيد. النهارده يمكن انا عارف ان احنا الفتره دي داخلين مثلا على سيزون الصيف، وقد ايه الفتره دي العياده بتكون زحمه وممتلئه بالاطفال واهاليهم وجايين يشتكوا لحضرتك من مشكله الدياريه. فتلاقي دكتور يقول لك فعلا اليومين دول بالذات بيكون مليانين الحالات دي بشكل كبير جدا. هنبدا بقى نعمل للدكتور بقى ندخل الحته الايموشنال، فهنقول له ايه كشوك ابروتش بقى. نقول له دكتور هل حضرتك تعرف ان الدياريه هي واحده من اكبر مسببات الوفاه لدى الاطفال اللي سنهم تحت ال5 سنين وورلد وايد؟ او دكتور تتخيل ان الدياريه هي على قد ما هي مرض ممكن يكون بسيط ونقدر نتعامل معاه بسهوله، على قد ما هو اكبر مسبب للوفاه لدى الاطفال اللي سنهم تحت ال5 سنين في العالم كله. كل دي طرق تقدر انت تستخدمها علشان تعمل الشوك ابروتش، وهنتكلم عنه قدام في الايدا ازاي الابروتش بتاعك ممكن يكون شوك ابروتش او مبني على احصائيات او بس ما علينا منها. انا هنا بدخل حته الايموشنال اللي انا بحاول ابني فير. على قد ما الكيس تبان سهله للدكتور، لا خلي بالك ده ممكن يسبب وفاه بسبب الديهايدريشن. فالدكتور هتلاقيه بيقول لك فعلا لسوء الحظ ده حقيقي ودي فاكت. طيب عايز بقى اعمل ستوري تيلينج، انا كل ده ستيل لسه في مرحله الديتيلينج او البيشنت بروفايل. فاقول له دكتور يمكن ده يفكرني بكيس انا شفتها يمكن مع في عياده من احد الزملاء، لام داخله شايله طفل عنده 2 سنين. الطفل دوت عنده بيبكي بشكل هستيري، عنده كسل وهزلان، عنده سيفير ديهايدريشن ساين، عينيه فيها زي جحوظ، زي ما يكون الواد ده خلاص ايه بيتصفى. وسمعت الام بتقول للدكتور يا دكتور ده اديله 3 ايام عنده ضياريه، وكنت فاكره انه اكل حاجه بس كده ايه ملوثه ولا حاجه، وقد تكون الام دي استعملت بعض المنتجات اللي ممكن تكون خدتها من اي صيدليه او حاجه، وللاسف الضياريه دي ما وقفتش. فانت هنا عملت قصه، عملت ستوري. فعلا الدكتور هو قاعد كده بيفتكر الام اللي داخله عليه وقد ايه هي متوتره وقد ايه هي خايفه وقد ايه علامات الديهايدريشن دي لما بتبدا تظهر على الاطفال على قد ايه الام بتبقى خايفه. يعني دايما الام بتبقى قلقانه لما الطفل يبقى قاعد ما بيلعبش كسول، بتبقى خايفه لو يعني حست ان الطفل دوت بيخش الحمام 4 5 6 مرات في اليوم، ده في بعض الحالات بتبقى 10 مرات يقول لك الابن بيتصفى مني الحقني. فانت بنيت له ستوري، اتكلمت بطريقه ايموشنال، وفي نفس الوقت انت هنا رسمت بيشنت بروفايل محدد ان طفل كان عنده 2 سنين، الطفل دوت بيعاني من اعراض الدياريه واللي هي ممكن توصل للديهايدريشن، وقد ايه الموضوع دوت بيبقى بالنسبه للدكتور تريجر، وبالنسبه للام قد ايه هو حاجه بتاثر على الكواليتي اوف لايف للطفل والام. دكاتره الاطفال والناس اللي شغاله على ادويه الاطفال، الدكتور لما بيجي يتعامل مع الطفل مش بيتعامل مع الطفل كمريض بس، بيتعامل مع الطفل كمريض، واولياء الامور او الاب والام ان هم ناس تانية مع المرضى ذويهم يعني بيتاثر. فهو مهم ليه ان هو يريح الام اللي هي هترتاح لما الطفل نفسه يرتاح. فهو بيضرب عصفورين بحجر. فالدكتور ده بيقول لك من اكبر الحاجات اللي بتعمله هس هس، هو مش زي دكتور الكارديولوجي او ايا كان دكتور في تخصص تاني بيعالج المريض نفسه فهو عايز يريح المريض، لا ده عايز يريح المريض اللي هو الطفل ويريح الام. فانت هنا بتعمل بيشنت بروفايل بشكل مظبوط، عملت دخله بشكل مظبوط للكول بتاعتك، فاللي جاي اللي هي البروبنج بقى والاسئله والتفاصيل بتاعتها هتكون اسهل واسلس عليك. احنا هنا لحد هنا كده يعتبر خلصنا الجزء الخاص بالفريمنج او ديتيلنج، او اتعلمنا ازاي مع بعض نكون بيشنت بروفايل ابروتش او بيشنت سنتريك. خلينا مع الفيديو الجاي والموديول الجاي نتكلم ازاي بقى نعمل بروبنج وازاي نسال الاسئله تكون صح مع الدكتور. لو عندك اي سؤال او اي استفسار طبعا سيبه لنا تحت في الكومنتات، وهنكون سعداء جدا ان احنا نرد عليكم. اشوفكم على خير.